بيبدأ الفيلم بزوجين كانوا خلاص رايحين شهر العسل وكده، وهيقضوا رحلة بقى جميلة قوي لواحد اسمه بول ومراته، وهما بيتكلموا في فيديو فرحهم كده بعد ما بيستقروا في القعدة، ويبدأوا يتكلموا عن ازاي اتقابلوا وازاي بول طلب ايديها وكده من البلاد اللي لما كانوا في مطعم. وقتها هي تعبت جدا واضطروا يرجعوا البيت، فبول طلب ايديها هناك وهي طبعا وافقت على طول. وبعد الفرح راحوا الغابة وكده عشان يقضوا شهر العسل في كوخ ريف. الكوخ ده بتاع عيلة اساسا اسمها بي، وهي البنت يعني العروسة، وموجود في غابة كندية كده معزولة. واول ما بيوصلوا هناك بي بتبدأ توريهم مكان وبتاع، وكل حاجة جوه الكوخ باين انها قديمة متهالكة. بنشوف كمان حاجه غريبه قوي ان في فار ودب متعلقه على الحيطه، وبيتضح ان والد بي ده كان بيحب الصيد جدا. لما الليل بيليل بيبداوا يعيشوا لحظات رومانسيه وهم بيقربوا من بعض على السرير كاي زوجين يعني. فبول بيسالها كده هو البط اللي في الاوضه ده ايه دنيته، فبي بتقول له لا ده كله فالص واكيد فاضي من جوه يعني. وبعدين بيتكلموا عن قميص نومها المميز، بتقول له ايه انت ما حركش حاجه جواك القميص الجامد قوي ده انا جايبه لك لشهر العسل مخصوص. وفي وقت متاخر بالليل كده هم نايمين بنشوف ضوء غامض بيضرب مباشر على وشوشهم. وبعد كده تاني يوم الصبح بعد الفطار بول بيرجع تاني للفار والدبه ده لانه باين عليه ان هو منبهر ومشدود ليه جدا ومش عارف ليه. وبيبدا يسال بيه عن باباها وصيده وكده. فقالت له بص وانا صغيره كنت بموت السمك وكنت بموتهم كمان يعني، والضفادع اي حاجه موتها لمجرد ان انا كنت بحب اعمل كده وخلاص يعني، تقول عدوانيه ولا ما تفهم. فالمشهد اللي بعده بنشوفهم في مركب وسط النهر كده، وبيتضح ان بول خايف جدا من الميه وعكس بيه تماما اللي هي كانتش بتخاف طبعا وقررت تنزل تعوم. بس ميه البحيره كانت ساقعه تلج، فالزوجين كنسلوا الفكره. في اليوم ده بيروحوا المطعم ما بيلاقوش حبيب اي حد خالص غير راجل واحد باين عليه متفاجئ ومتعصب جدا، وبيقول لهم على فكره المطعم ده قافل. ومن كتر ما هو متعصب راح مكسر اللمبه بتاعته اول ما النار بدات ترعش. بعد كده بول وبي بيقولوا ابن المجانين ده بيبقوا خلاص هيقفلوا ويمشوا. فبيتضح ان الراجل ده عارف بيه وبيكون صديق طفولتها واسمه ويل. فقالت له ايوه اهلا، انت مش فاكرني ولا ايه يا ويل؟ انا كنت اعرفك زمان وكده ايام الطفوله. وبدا يتكلموا فعلا عن الطفوله. ويل بيقول لها على فكره المطعم ده بتاع اهل مراتي اسمها اني، ما انا بقى اتجوزت وكده بس انا اللي مسؤول عن كل حاجه وبتاع، ما تقوليش جوز الست يعني. وبعد كده اني بتظهر وبتقول لبول وبلهجه كده ناشفه شويه بتقول لهم اخرجوا بره لو سمحت. فويل بيهديها بيقول لها اهدي بس دي واحده صاحبتي من الطفوله ومش ناس غراب يعني، معلش انا مراتي تعبانه بس شويه اليومين دول. بالليل وهم في السرير بي ما كانتش قادره تبطل تفكير في اني وحالتها دي، وبول بيحاول يلطف الجو شويه ويقول لها يمكن عندهم مشاكل عاديه بقى، مش بتقولي واد ده صاحبك من زمان اكيد مش هيختار اي حد يعني، بس الموضوع مش راضي يطلع من دماغها. بعد كده بيناموا وبعد فتره الانوار جوه الكوخ بتبدا ترعش ومنبه بول بيرن. فبول كان بيخطط يصحى بدري يصطاد كالعاده يعني، بس اول ما بيجهز ويطلع بره بيلاقي الدنيا لسه كحل والصبح لسه عليه ساعات، فبيفتكر اصلا ان المنبه باظ ورن بدري عن ميعاده. بول بعد كده بيلاحظ ان بي مش بس في السرير، دي مش موجوده في البيت اساسا. بيلف يدور عليها في الكوخ كله ما بيلاقيهاش في اي حته. ولما بيدخل المطبخ بيلاحظ ان الباب الخلفي مش مقفول كويس، فبيطلع بره الكوخ ويدور على مراته في الغابه. هو شك انها راحت لصاحبها ده ومراته المريضه عايز تعرف ايه تفاصيلها يعني. فبدا يقول لها يا حبيبتي لو مستخبيه اطلعي الموضوع ما بيضحكش، دي مش مقالب على نص الليل كده. وبعد فتره قصيره بيسمع حركه في الغابه وبيلاقي نفسه دخل مكان غويط وسط الشجر والضلمه، وفي الاخر بيلاقي مراته واقفه عريانه خالص ومغمى عليها. واول ما بيلمسها بتفوق، فكان بيقول لها في ايه؟ قال هدومي كده ليه اللي حصل؟ تعالي بس نرجع البيت. وبعد كده بيبقى مرعوب جدا وبيسالها بيقول لها ايه اللي وداك الغابه؟ قالت له احتمال اكون بتمشى وانا نايمه، انا زي الفل مفيش حاجه ما تخافش بس الدنيا تمام. تاني يوم الصبح بي بتعمل الفطار وبول بيلاحظ انها بقت مشتته لدرجه مش طبيعيه، حتى العيش اللي هي بتحطه على النار اتحرق. بيقول لها تاني هو انت في ايه؟ قالت له نفس الاجابه كويسه والله مفيش حاجه اسكت شويه. ولما يشوف حاله مراته الزوج بيقول لها انها لازم تروح للدكتور، بس هي قالت له لا انا مش رايحه في حته. بعد كده بيروح يشرب القهوه بتاعته وبيلاقيها حتى مش عاملاها صح. فالموضوع بدا يستغربه جدا لانه عارف انها عمرها ما كانت مهمله او بتنسى الاساسيات زي دي، ده فنجان قهوه يعني مش حاجه صعبه. وبعد كده بيروحوا بعد كده عند النهر وبول بيمسك ضفدعه وبيقعد يهزر بيها ويقول لها بصي الضفدعه الكبيره دي هتبقى عشاننا النهارده. بس بيلاحظ برضه ان البت مش ما بتديش اي رياكشن ومراته سرحانه طول الوقت، وده قلق اكتر من العادي لانها في العادي شخصيه فرفوشه يعني وبتحب تهزر بالذات مع الضفادع حسب كلام ده، غير انها برضه شخصيه يعني كده ايه خفيفه يعني. فجاه بيه بتنزل تعوم في الميه التلج دي وده صدم بول لان الميه كانت بعيده جدا وساقعه. ولما يرجعوا الكوخ بول بيواجهها تاني بيقول لها في ايه؟ هو انت تعبانه؟ قالت له اه مجهده بس شويه هبقى كويسه قريب. بعد كده بيقربوا من بعض وبول بيلمح علامات غريبه كده على فخدها وهي بتحاول تخبيها. ولما يسالها بيقول لها في ايه؟ قالت له دي ناموس ولا حاجه قرصت، انا هاخد بس انام شويه كده صغيره كده وتصبح على خير. بعد كده بول بيروح لنفس المكان اللي لقى فيه بيه الليله اللي فاتت، وهناك بيلاقي قميص نومها. لما بيلمسه بيلاقي عليه ماده سائل غريبه ولازجه على القميص، وبيلاحظ ان في اكتر من اثر اقدام او رجلين على الارض، وفهم انها ما كانتش لوحدها. كان بيرجع البيت بيلاقيها واقفه قدام المرايه وبتكلم نفسها وبتتدرب على جمل معينه هتقولها في مواقف مختلفه. فبيبدا يراقبها كده ويفهم فيه ايه.
لعل وعسى يعني، وبيوصل لنتيجه ان في حاجه غلط مش طبيعيه معاه، ولما بيحاول يقرب منها بتصده وبتقول له نفس الكلام اللي كانت بتتمرن عليه قدام المرايه، كانها كانت بتعمل بروفات هي هترد عليه ازاي. قالت له انا عندي صداع مش قادره. فبول بيستغرب تاني بيقول لها هو ايه اللي حصل امبارح لما لقيتك عريانه، ما تفهميني كده على بلاطه. قالت له تاني هقول لك تاني بتمشى وانا نايمه، ايه الغريب يعني، ما حاجه موجوده في كل حته. هو لسه شاكك برضه لانها عمرها ما كان عندها الحكايه دي، ولما بيطلب منها تلبس قميص نوم بتاع شهر العسل اللي كانت بتغري بيه في بدايه الفيلم، بتقول له لا انا حطيته في الغسيل مش قادر. بدا يقلق اكتر لانه حاسس انه عايش مع حد تاني اصلا. في نص الليل بول ما بيجيليش نوم وبيشوف بيه بتتسحب وتخرج من الاوضه تاني، بس المره دي هو صاحي ومراقبها. ولما بترجع بيسالها كنت فين، قالت له ما ايه عادي كنت بشرب ميه. فبدا يزنقها في الكلام وقال لها بقول لك ايه، الكوبايه بتاعتك اهي وايدك اصلا ما فيهاش كوبايه ازاي بقى. فهم نايمين بداوا يشوفوا النور تاني بيظهر جوه الكوخ، بس المره دي بول بيلاحظ الضوء ده وبياخد بندقيته ويطلع بره يشوف فين. فلمح خيال حد واقف وسط الشجر بس بيختفي اول ما بول بيلمحه، فبيجري وراه على طول بس ما بيلاقيهوش، وعشان يخوفه بيضرب نار طبعا عشان يرهبه يعني بس ما اتحركش. في الوقت ده بي بتطلع البلكونه تشوف صوت ضرب النار ده جاي منين. بعد كده بول بيرجع البيت وبيقفل كل الابواب والشبابيك ويقول لها بقول لك ايه، في حد بره وانا رايح وراه واوعي تخرجي من هنا. بس دي بتقول له انت بيتهيأ لك مفيش حد بره ولا حاجه. بدا يفقد اعصابه ويواجهها ويقول لها هو كان في حد معاكي في الغابه اليوم اللي لقيتك فيه ده، ودي بس الحقيقه. فضلت تقول له نفس الكلام انها ماشيه بالليل وخلاص، ماشيه وهي نايمه. بدا يشك ان ويل اللي هو صاحبها اللي قبلوه ده هو اللي كان معاه في الليله دي، وبدا يوريها قميص النوم حتى بيقول لها طب هو قميص النوم اللي لقيته هناك ده كان ليه؟ تقول لي في الغساله، انا لقيته بقى في المكان اللي لقيتك فيه في الغابه. قالت له انا كنت بتمشى وانا نايمه مش فاكره حاجه. بدا يتخانقوا وبول بيقول لها انا عايز احميكي، انت ليه بتتجنبيني كده؟ قالت له انت بتكبر الموضوع وبتبوظ عليا شهر العسل. وبدا كل واحد ينام في اوضه لوحده. وتاني يوم الصبح لما بول بيصحى بيلاقي بيه قاعده بتكتب في دفاتر المعلومات دي اسمها والسن والعنوان واسم الجوز. بيقول لها انت بتكتبي ايه؟ بقت تخبي الدفتر وتقول له لا ما فيش حاجه. فبدا يقفل منها ومبقاش يرد عليها. بيسالها عن العلامات اللي في رجليها دي، قالت له ما خلاص خفت خلاص. بس بول بيلاحظ انها بقت اسوء وبقت شبه يعني قرص الناموس حتى عشان تعرف تكذب، دي زادت اكتر. في اليوم ده هم في المركب في النهر بول بيقول لها انهم لازم يرجعوا البيت لان المكان ده فيه حاجه غلط، واكيد هي لاحظت. فقالت له لا انا مبسوطه قوي هنا وعايزه اقعد. وبعد كده بدا يقربوا من بعض، بي بدات تنزف نزيف جامد قوي ورجعوا الكوخ. بول بيقول لها انت لازم تروحي للدكتور. قالت له لا ده دي الدوره وكده مش حاجه يعني. قال لها ده مش وقتها اصلا ازاي. قرر يروح يواجه ويل صاحبها ده عشان حاسس ان هو ورا كل حاجه. فبيلاقي اني مراته المجنونه دي بره المطعم، واني عماله تتصرف بنفس طريقه بيه بالظبط، عندها نفس العلامات على فخدها ونفس الحاجات اللي عند مراته، وكمان بتقول له ان ويل مستخبي وبتقول له نصيحه امشي وسيب المكان ده. بعد كده بول بيلاقي كاب الشغل كده بتاع ويل غرقان في الميه وعليه دم. بعد كده بول بيدخل بيتهم ويلاحظ كاميرا مراقبه هناك وبيحاول يشغل الانوار بس بتبدا ترعش. وهو بيدور بيلاقي ورق مكتوب فيه معلومات اساسيه عن اني اللي هي اسمها واسم ويليام. كمان بيشوف فيديو في كاميرا المراقبه لاني دي وهي بتمشي ورا النور الغامض اللي بيشوفوه بالليل في الغابه، وبيلاحظ نفس السائل اللي كان الورق ده على القميص بيه. وبعد كده بول بيخرج من هناك وبتشوف خيال حد بيراقبه، وبيرجع البيت ويقرا الدفتر بتاع بيه مرات اللي هي مراته. وفي اللحظه دي بيكتشف انها كاتبه نفس الحاجات اللي كاتباها مرات صاحب بيه اللي هو اني مرات ويل يعني، وبيتهمها انها مش بس في الحقيقه وفي حاجه غلط. البنت دي كانها اتبدلت. هو ايه اللي حصل؟ واشمعنى مرات الراجل صاحبك ده كده برضه؟ وليه بتصحوا بالليل تخرجوا؟ انا مقتنع ان ويل صاحبك ده هو السبب في كل حاجه. فبول بدا يدور على مفاتيح العربيه ومتعصب، فبي بدات تجري وتقفل على نفسها بالحمام. راح بول كاسر الباب، فلقاها بتحاول تغرز فرشه تنظيف التواليت دي في الاعضاء التناسليه بعنف بتاعتها. فبول بيضطر يكتفها ويربطها في السرير، وبدا يستجوبها بقى عن تفاصيل كل حاجه، ويلاقي ناسيه معظم الحاجات او فكرها غلط يعني الحاجات اللي هي بينهم اصلا اللي هي المفروض عارفاها. فبي بتحس بحاجه بتتحرك جوه جسمها وبتاخد ايد بول وتخليه يدخلها جواها ويشد كائن شبه الدوده من الرحم بتاعها. في اللحظه دي بي بتعترف بالحقيقه ان الليله اللي اختفت فيها شافت نور وراحت وراه، وهناك قابلت كائنات غامضه ظلال فضائيه كده هم اللي زرعوا الكائن ده جواها. وبتقول لبول انها لسه بيه، بس الكائنات دي بتاخد حاجه اللي فاضل منها بالتدريج. وبعد ما عرف الحقيقه بول بيجري يدور على مفاتيح عشان يهربوا، بس هي بتصر انهم مش هيقدروا يمشوا خلاص كده، وبتطلب منهم يتفرجوا على فيديو فرحهم. فجاه الضوء ده ظهر تاني جوه الاوضه، وبي بتقول انها لازم تخبي بول منهم، وفي اللحظه دي بتخبطوا على دماغه جامد وكان اغمى عليه. في المشهد الاخير بنشوف بي واخده بول وسط البحيره في المركب ورابطه في رجله هلب تقيل كده. فبول بيصحى بيلاقيها بيقول لها انت بيقول في ايه؟ قالت له مفيش، انا بحميك من الكائنات دي، انت لازم تستخبى تحت الميه. فبول بيحاول يهرب ويصرخ لانه مش فاهم كده هيموت، بس الوقت كان فات خلاص. بعد كده بنشوف جسم بيه هو بيتدهور تماما والجلد بدا يتقشر، وقاعد عمال تتفرج على الفيديو بتاع الفرح. وفجاه النور الغامض ده بيظهر، تدخل اني اللي جلدها مقشر هي كمان، ويمسكوا ايد بعض ويمشوا هما الاثنين جوه الضوء بعد ما رموا الزوج طبعا في البحيره. ده كان الفيلم يا جماعه. الفيلم اسمه هاني مون، وعلى فكره الممثله اللي فيه نفس الممثله بتاعه فيلم بتاع مسلسل جيم اوف ثرونز. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه بخير. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر، لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واكتبه لك في الكومنتات. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده، بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت
واستسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا. يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش كل الناس اللي هم عايزين، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصل الفيديو 40 لايك، ومع السلامه.